العقل الباطني مو مجرد وهم، وعلى مر السنين العلم اثبت هذا الشيء، والعقل الباطني مقدور ينقذك من الموت او ممكن يكون حكم بالاعدام، ممكن يغير جيناتك، وممكن يغير آلية عمل جسمك بشكل مرعب. بهذا الفيديو راح نعرف شلون قدر الدكتور هنري بيشر ينقذ جندي من الموت، وشلون قدر العالم بورهيف انه يقتل سجين محكوم بالاعدام من خلال عقله الباطني فقط. صدقني المعلومات اللي راح تسمعها راح تخليك تعرف المعنى الحقيقي لعقلك الباطني. السلام عليكم ايها الناركين والناركيات. قبل ما نقول كلمة واحدة، شيء اكيد ببالك هذه الاسئلة: شلون مجموعة من الاوهام ممكن تأثر علي جسديا وحتى ممكن تنهي حياتي؟ وشلون ممكن اسيطر على هذا الوحش اللي براسي قبل فوات الاوان؟ وهل ممكن احقق بعقلي الباطني مصالحي الشخصية؟ قبل ما اجاوب على هذه الاسئلة لازم نفكر شوية. شلون تقدر افكار داخل مخيلتنا تتغلب على الواقع؟ لان ما نقدر نغير شيء ملموس الا بشيء ملموس ثاني، وما نقدر نغير شيء ملموس بافكارنا بس، لان هذا الشيء مستحيل. بالنسبة لنا مستحيل، بس بالنسبة لهذا الثنائي فالموضوع مختلف. راح نعبر بكم فقرة قبل ما ندخل قصة هنري وقصة بور اللي راح يصد منك. خلينا نعرف بالبداية شنو هو العقل الباطني. العقل الباطني هو جزء من العقل يخزن الأفكار والذكريات والمشاعر اللي ما ندركها بشكل مباشر، بس بنفس الوقت تأثر على سلوكنا وقراراتنا اليومية. حسب تعريف جامعة هارفارد، العقل الباطني يتحكم بالعديد من العمليات العقلية اللي ما نكون واعيين بيها، مثل العادات والتوجهات النفسية. يعني عقلك الباطني يقدر يتحكم بتحركات جسمك اللا إرادية، وهذا أول تفسير يثبت قدرة العقل الباطني على تغيير الواقع بالخيال بس. يعني العقل الباطني يستجيب للخيال المتقن مثل ما يستجيب للحقيقة. وهسه راح نجاوب على هذا السؤال، وهو شنو هي العوامل اللي تساعد عقلك الباطني على التصديق؟ مبدئيا هي عدة عوامل، وهي كالآتي: أولا مصدر المعلومات، وقصدي مصدر المعلومات هو الشخص أو مجموعة من الأشخاص يعطوك معلومات حول الشيء اللي راح تمر به. على سبيل المثال، لو اجى أحد أصدقائك بالمدرسة وقال لك إنه راح يعطيك حبة، وهذه الحبة إذا شربتها فراح تحس بنشاط طول اليوم، طبعا راح تجيك مجموعة من الشكوك حول الموضوع. هذا أصلا صدقته، لأن من المحتمل تشمل الحبة بوجهه. بس لو اجاك دكتور عنده شهادة دكتوراه معترفة موثوقة من جامعة عالمية، وكان يحكي بطريقة علمية ويستعمل مصطلحات غريبة وجديدة عليك، فهنا انت راح تصدق هذا الدكتور وراح تشرب الحبة، وراح يعطي عقلك الباطني اوامر وافكار انه الحبة فعلا راح تخليك نشط طول اليوم، حتى لو كانت الحبة فيك. ثانيا البيئة المحيطة، وقصدي بالبيئة المحيطة هو المكان والظرف اللي انت عايشه بلحظة معينة. خلينا نرجع لنفس المثال، بس هذه المرة بمكان وظرف مختلفين. بدل ما كنت بالمدرسة راح تكون هذه المرة بالمستشفى، وبدل ما تروح تدرس هذه المرة انت رايح حتى تعالج الكسل اللي تعاني منه خلال اليوم. وطبعا راح يجيك الدكتور نفسه وراح يعطيك الحبة، وراح يقول لك انه هذه الحبة راح تخليك نشيط طول اليوم، فانت راح تعيش الجو اكثر من المرة اللي قبلها، وعقلك الباطني راح يصدق مفعول الحبة اكثر، وبالتالي راح يخلي جسمك يتصرف وكأنه فعلا صار نشيط. وهذا كله باستعمال حبة فيك وجو واقعي الى اخر مستوى. ثالثا الاحاسيس، يعني انت لما تحس الحبة بايدك وتشوف الحبة فراح ترسل ايدك وعيونك رسائل لعقلك الواعي، ومحتوى الرسالة هي انه انت فعلا بايدك حبة، وهذا مو خيال او اوهام. وبالتالي راح يخزن عقلك الباطني هذه الاحداث ويربطها بالافكار المخزونة المتعلقة بالحبة، ولما تبلع الحبة على طول حلقك او فمك راح يرسل اشعارات انه الحبة دخلت لجسمك، وبالتالي عقلك الباطني راح يربط دخول الحبة بالنشاط. وما دام ما تقدر تشوف الحبة شو تسوي داخل جسمك بعينك المجردة، فراح يملي هذا الفراغ عقلك الباطني، وراح يقنع جسمك وعقلك الواعي انه فعلا الحبة راح تخليك نشط طول اليوم، وبالحقيقة الحبة فيك ومو حقيقية المفعول. هذه العوامل الرئيسية والكافية انها تخلي عقلك الباطني يصدق الحدث 100%، ويربط الافكار والاوهام بالمشاعر حتى يعطيك نتيجة واقعية وبمفعول حقيقي. وهسه راح نربط العوامل بالقصتين اللي ثبتن للعالم قوة العقل الباطني او الوهواس اللي ممكن تنقذ حياتك او تنهي حياتك. خلينا نبدأ بقصة هنري بيشر لما كان يشتغل طبيب ميداني خلال الحرب العالمية الثانية، وبسبب الحرب الطاحنة حرفيا الإمدادات كانت قليلة، وبسبب هذا الشيء المورفين خلص. والمورفين هو أحد أنواع المخدر المهمة بالعمليات الخطيرة. لما كان هنري حاير بالمورفين فجأة جابوا له جندي مصاب إصابة بليغة محتاج عملية جراحية حالا بالا. طيب المورفين ماكو، شلون راح يخدره حتى يسوي العملية؟ وهنا هنري قرر يضحك على الجندي، وخذ ماي مقطر وخلاه بالحقنة، ودخل الماي المقطر
خطر بدم الجندي، وقال للجندي: علاوي حبيب قلبي ابو حسين، خليت لك واحد من اقوى المخدرات وبعد لحظات راح يختفي كل الالم. الجندي صدق، وبعد لحظات سنح ونسى الالم كله. فعلى طول هنري سوى العمليه بدون ما يحس الجندي بالم قوي، ونجحت العمليه. وهنا قدر هنري بيشر ينقذ حياه جندي من الموت بخداع العقل الباطني واستعمال الخيال. بس مو دائما تنتهي القصص بنهايات سعيده، لان بورهاف قرر يعيد التجربه بس بالعكس. بور دخل للسجن واختار احد المساجين المحكومين عليهم بالاعدام. بور قال له: انت ميت صح له غلط، وراح نرسل عائلتك مبلغ محترم مقابل انه نسحب دمك كله. واظنك تدري شنو راح يصير ورا ما نسحب الدم كله. جي. بور اخذ السجين وقعده على الكرسي وحط عصابه على عيونه حتى ما يشوف شيء، وبعدها بور اخذ الانبوب وربطه بوريد السجين بس بدون ما يسحب شيء، وملأ الانبوب بماء دافي بنفس درجه حراره الجسم، وخلى الانبوب يسرب شويه من الماء الدافي على ايد السجين حتى يكون الشعور مثل شعور النزيف، وخلى يم السجين وعاء تطيح به قطرات من الماء الدافئ حتى يحس السجين بدمه وهو يطيح بالوعاء. بعد فتره قصيره لاحظوا الاطباء انه السجين بدا يصير شاحب وجلده صار اصفر، ولما شالوا العصابة عن عيونه انصدموا. السجين مات مع انه ما فقد ولا قطرة دم وحدة، ولما حسبوا المدة اللي استغرقها حتى يموت كانت تساوي نفس المدة اللي يحتاجها جسم الانسان حتى يتفرغ من الدم. والنتيجة مثل ما تتوقعون، العقل الباطني للسجين صدق الموضوع وبدأ يرسل اوامر للجسم حتى يوقف عن العمل، وبالتالي يموت السجين. طبعا لو دققنا بالقصتين راح نلاحظ عوامل مشتركة هواي، ومن اهم هذه العوامل هي نفس العوامل اللي تساعد العقل الباطني على التصديق، وهي مصدر المعلومات اللي تمثل هنري وبور، والبيئة المحيطة اللي تمثل الحرب والسجن، والأحاسيس تمثل الحقن والأنابيب والماء الدافي. هذه كلها راح تنتج خيال متقن يخلي العقل الباطني يصدقها مثل ما يصدق الحقيقة. زين، خلونا نفكر شوي. إذا العقل الباطني بمقدوره يحقق مصيرك بواسطة أوهام بس، هل نقدر نحقق أهدافنا وأحلامنا باستخدام العقل الباطني بس؟ الصراحة أختصر الجواب جملة واحدة بس، وهذه الجملة هي خلاصة لمسيرة أحد اليوتيوبرز الناجحين، وأنا شخصيا هم طبقت هذه الجملة بدون ما أسمعها حتى. اسمع، مستحيل رب العالمين يخليك تتخيل شيء ويحرمك منه، ما دام انت تخيلته فانت قدها. المسألة مسألة انضباط ووقت وتوكل على الله، وصدقني راح تحققها. هيك انا خدعت عقلي الباطني ونحفت وتخرجت من المدرسة وفتحت قناة وتعلمت مونتاج وتعلمت تقديم وضبطت حياتي. قناعتك بنفسك هي سر نجاحك، مثل ما اقتنع الجندي انه هو مخدر والسجين انه هو يموت. حياتك انت تحددها وانت تحصل على الشيء اللي تريده باذن الله عز وجل. اذا هو الكافر رب العالمين ما يضيع تعبه ويحقق احلامه، شحال انت اللي تصلي وتصوم وتدعي وتقرأ القرآن الكريم. خلي هذه الأمور كلها بعقلك الباطني، وكن على يقين هذه مو أوهام بل هذا واقع الحال. وبالختام أحب أشكرك لأنك وصلت لهذه اللحظة من الفيديو، وأتمنى استفاديت وفهمت المغزى من الفيديو كله. والمفروض هذا الشيء موجود بعقلك الباطني هو حط لك الفيديو. وأتمنى تشرفونا بقناة التليجرام اللي راح أخلي رابطها بالوصف، وأشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة يا حبيبي. تيست. وعقلك الباطن راح يصدق، تصرف وكأنه فعلا صرت اوكي اكثر من مرة قبلها. وعقلك راح لا اله الا الله. وعقلك الباطن راح يصدق المفعول.